شوف، بالمغرب الصحراء تحولت إلى صنم، لأنهم عبدوا هذا الصنم حتى دخلوا في التطبيع مع الصهاينة يعني أنا هذا الذي قررت أن أقوله، أنه يعني اتخذت ذريعة الصحراء. نعم. وأنه يأتي واحد زي ترامب، هذا العفن، آسف للقول، ويجي مشان يعطيهم توقيع، هو لا يقدم ولا يؤخر شيء. يجي مين أنت يعني تعترف في ناس في بلد آخر؟ من أجل ذلك باعوا القدس. يعني أنت الأرض المغربية يعني أرض مقدسة للمغاربة ولا آخره، لكن أنت من أجل موضوع أنك تحصل على توقيع لرئيس أمريكا يذهب وانتهت أمره، أنت تبيع هو ماسك ملف القدس كمان. أيوة، ماسك ملف القدس. ثم الآن في معلومات أخرى أنه كجزء من الخلاف إنه الحكومة المغربية أو المغرب كانت تستخدم هذا التجسس، هذا بتاع بيجاسوس، صحيح، وتتجسس على 6000 شخصية، منهم عدد كبير من الشخصيات الجزائرية. وهذا برضو زاد الطين بلة. نعم. إنه أنت جبت هذه الحكومة اللي يفترض أنها معادية للجزائر وهي كذلك والشعب الجزائري، وحطيتها حدودنا وبتتجسس في من طبعا بيجاسوس. هذا أصل المعلومات تروح أولا على عند الكيان الصهيوني، وبعدين بتروح الصفقة العسكرية الأخيرة أيضا زادت الطين بلة. يعني أنت جايب صفقة عسكرية من الاحتلال الإسرائيلي حتى يعني تؤسس إلى شركة لطائرات، هذه الطائرات بدون. ولذلك أنا بعتقد أنه حتى موضوع إغلاق الحدود الأخير وقطع كذا كان جزء منه هو التحريض الصهيوني. يعني بعض الوزراء الصهاينة أجوا على المغرب وبدأوا يهاجموا الجزائر من المغرب. هو مسؤول إسرائيلي قالها صراحة. وقلنا للأخوان المغاربة يا أخي بيناتنا الحكاية. أيوة. كيف تسمحون لي مسؤول رسمي يأتي على المغرب، يأتي من المغرب يهاجم الجزائر؟ يعني هذا لم يقبل